الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. كرم الصلاة على النبي محمد وقبولها حتم بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. بوركت من غصن تفرع وانثنى من هاشم العليا وآل السؤدد. أشبهت هذه الخلق في أوصافه وجماله الأخاذ ذي العطر الندي. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما لاح وجهك بالجمال لناظر إلا وكبر للإله الأوحدي وتراه في إعجابه متأملا صلى على الهادي النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ألقى عليه الله حسنا بارعا فتخال مثل جماله لم يوجد. فالحسن والإقدام بعض صفاته وبكل ثوب للمكارم يرتدي. قد صاغه رب الجلالة بهيئتين وبصورة فاقت جمال الفرقد. اللهم صل على محمد وآل محمد. انثر مديحك في علي الأكبر شبه الرسول بمظهر وبمخبر وشبيه فاطمة في جمال المنظر في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هو في الشجاعة كالوصي الواثق والمجتبى في كل بذل فائق. وهو الحسين بعزم حق صادق وتراه في خلق وطيب خلائق وبلغ نطق كالنبي محمد.
من آل بيت محمد ميراثه وحمى الدخيل إذا التجا وغياثه ومضيفه لا ما خلا وأثاثه جمع الصفات الغر وهي تراثه من كل طريف وشهم أصيدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. شبل الحسين ابن النبي وفاطمي من أهل بيت في الأنام أعاظم حلو الشمائل حاز كل مكارم وعلي قدر من ذوابة هاشمي عبقت شمائله بطيب المحتدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بطل لكم أردى الكماة وأرعبا فعلى البسالة والبطولة قد ربا كانت له سوح الحريبة ملعبا لم أنسه متعمما بشيم الظبا بين الكمال وبالأسنة مرتدي أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد. صل على محمد علي بن أبي طالب صلوات ربي عليه صلي وسلم عليه صلوات ربي عليه. أسعد الله أيامكم ثبتنا الله وإياكم على محبتهم وولايتهم والبراء من أعدائهم ورزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. قبل الدخول في سيرة مولانا علي الأكبر ولو مسألة شرعية للفائدة جميعا إن شاء الله بما يختص بصيام المستحب. المعلوم أن كثير منا يصوم شهر رجب وشهر شعبان وبلغنا الله وإياكم صيام شهر رمضان. هذين الشهرين اللي يريد أولا يصوم المستحب لابد أن يخلي ذمته من الواجب. كيف يعني؟ واحد عليه مثلا يومين ثلاثة من العام الفائت، امرأة عليها 5 أيام مثلا، أول تصوم الواجب وبعدين تصوم المستحب، غير ذلك لا يجوز الصيام. صيام المستحب لا يجوز والذمة مشغولة بصيام واجب. هذا أول مسألة. المسألة الثانية أيضا تختص بصيام المستحب بما يختص ويتعلق بالنساء الأخوات المؤمنات المواظبات على صيام شهري رجب وشعبان. هل ينبغي للمرأة أن تستأذن الزوج قبل الصيام أصوم أو ما أصوم، أو تصوم على كيف رضا أو ما رضا؟ رضا ما رضا براحته لا مو صحيح. الصيام الواجب لا يحتاج إلى إذن الزوج، واجب، وإن كان بعد لازم أخبره ترى أنا بقضي مو أخذ إذنه، لا أنا أخبره بالنسبة حق صيام الواجب ترى يا فلان أنا بكرة بأصوم علي واجب وبأصوم من باب الإخبار. لكن المستحب لا، من باب الاستئذان.
ترى يا فلان أنا أريد أصوم شهر رجب وشهر شعبان. إذا قال توكل على الله خلاص. بعض العلماء مو كلهم يقول إذا كانت المرأة تعطي هذا الزوج جميع حقوقه ولم يحرم من شيء حتى لو ما أذن لها لا بأس بالصيام، لكن دول قلة. أغلب الفقهاء لا يشدد في المسألة ويقول لابد من إذن الزوج في ذلك، لابد من استئذان الزوج قبل ما أجي أصوم، أجي أقول للزوج أصوم أو ما أصوم. واضحة المسألة؟ زين. بعد مسألة واحدة ونختم إن شاء الله بما يتعلق باللون الباقي على الملابس بعد تطهيرها من النجاسة. وش الحكم؟ واحد مثلا عنده نجاسة على ثوبه على ملابسه، زين، وطهرها، لكن بعد هذا التطهير اكتشف ان عنده وش موجود لون اصفر، لون سواء عاد نجاسة بول او غائط او ما شابه ذلك. هل اللون هذا يعتبر ان النجاسة باقية او لا اعتني بها؟ لا اعتني بها، هذا اللون ما اعتني به. لون او رائحة بعد لا اعتني بها، ما دام انا مطمئن اني طهرت هذه الملابس لا اشكال في ذلك. بعضهم يسأل هل الغسالة الأوتوماتيكية تطهر الملابس؟ لو أنا غفلت وحطيت مثلا بعض الملابس يعني اللي عليها نجاسة مع ملابس نظيفة داخل الغسالة، هل هذه الغسالة تطهر أو لا تطهر؟ اختلاف، هذا موضوع اختلاف عند العلماء. عند السيد السيستاني تحديدا نعم، هذه الغسالة تطهر الملابس النجسة، حكم انه ويش تدلك او تدلك او تفرك الثياب ثم تفرغ الماء وتأتي بماء جديد وهكذا. يعني هذه عند السيد السيستاني، عند غيره كل واحد يرجع إلى مرجع في ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. مولانا علي بن الحسين الأكبر صلوات الله وسلامه عليه أكبر أولاد الحسين. الحسين عنده ثلاثة كلهم علي، علي الأكبر وعلي الأوسط وعلي الأصغر. الأكبر هو من قتل في كربلاء، وكان عمره حينئذ كم سنة؟ إذا كان مولده في 11 من شهر شعبان سنة 33، والمعركة حدثت في 10 محرم سنة 61، يعني عمره تقريبا بين 27 و28 سنة. يكون أكبر من الإمام زين العابدين. الإمام زين العابدين متى كان مولده؟ سنة 38، وهو علي الأوسط. وعلي الأصغر قيل عبد الله الرضيع الذي قتل وعمره 6 أشهر. لما نجي إلى علي الأكبر باختصار شديد نأتي إلى مقولة من مقولات المعصوم في حقه، ما يخالف لو جبناها، يعني ما نبغى احنا يعني ندخل في حزن، ولكن مقولة جدا مهمة. اللهم اشهد عليهم إنه قد برز إليهم غلام. هني نبدأ. أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك محمد. اللهم صل على محمد. هني الإمام صلوات الله وسلامه عليه جاي يصف الأكبر،
ووصف وصفا دقيقا وأشار بأنه شبيه لرسول الله صلى الله عليه وآله مشابهة دقيقة. واللي يشابه النبي يعني وش هو أشبه بالكمال، النبي كامل وهذا مشابه لرسول الله صلى الله عليه وآله. أكمل الخلق على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وآله. في حين أنت لو تروح إلى الروايات تشوف بأن أمير من سلام الله عليه يقول بأن الحسن شابه جده رسول الله صلى الله عليه وآله من رأسه إلى صدره، وأن الحسين شابه رسول الله صلى الله عليه وآله من صدره إلى أسفل جسده. ويجي بعد الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويصف عبد الله الرضيع، وش قال في كلمة جدا مهمة أطلقها في حق الرضيع حينما قال: اللهم أنت الشاهد على القوم قتلوا أشبه الناس بنبيك وحبيبك ورسولك صلى الله عليه وآله. قال أشبه الناس، هنا في مشابهة الحسن والحسين إلى النبي مشابهة جزئية، هنا مشابهة الرضيع لرسول الله مشابهة مطلقة يعني غير مفصلة. ما قال أيضا للنبي صلى الله عليه وآله في حق جعفر الطيار صلوات الله عليه، وش قال؟ أشبهت خلقي وخلقي، أشبه خلق النبي ويعني خلق النبي وخلقه، أشبهت يعني أنت الذي جعلت هذا الشبه، يعني مو الله خلق مشابها لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن قدر المستطاع قدر ما استطاع حاول أن يقلد رسول الله صلى الله عليه وآله في أفعاله وفي حركاته وفي تصرفاته، حتى قال أشبهت يعني أنت الذي أوجدت هذا الشبه ليس الله سبحانه وتعالى. زين، لكن لما نجي إلى شبيه النبي صلى الله عليه وآله وهو علي الأكبر، لا، المشابهة مشابهة كاملة، مشابهة كاملة. لذلك إذا أردنا التعرف على صفات الأكبر فلنذهب إلى صفات النبي صلى الله عليه وآله. التاريخ أجحد في حق علي الأكبر، ما أعطانا معلومات عنه. لذلك أنت من يوم تريد المعلومة عن صفاته اذهب إلى صفات رسول الله. وش صفات النبي صلى الله عليه وآله؟ نذكر بعضها تيمنا تبركا بهذا العظيم وهو رسول الله محمد. اللهم صل على محمد. أولا الصفات الجسدية، يعني باختصار شديد قال لما جاءوا إلى أمير من سلام الله عليه يقولوا له صف لنا نبينا صلى الله عليه وآله كأننا نراه، يعني وصف إن كأن احنا قاعدين نشوفه قدامنا. قال عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وآله أبيض اللون مشربا حمرة أدعج العينين. أدعج العينين يعني شديد سواد العين، شديد بياض العين، واسع العينين، هذا يسمونه وش؟ أدعج العينين. يكون عنده سواد العين وبياض العين ناصعان وعينه واسعتان، عيناه واسعتان. سبط الشعر يعني شعر غير مجعد. كث اللحية يعني شعر اللحية كثيف، كأن عنقه إبريق فضة يجري في تراقيه الذهب. وش التراقي؟ العظام هذه العظمتين البارزتين اللي تشوفهم أنت حول العنق. فيصف جمال رقبة النبي صلى الله عليه وآله شلون من بياض وشدة بياض عنقه، يعني كناية عن شدة النور واللمعان في رقبته، فقال كأنه إبريق
فضة، يكاد أنفه إذا شرب أن يرد في الماء. يعني أنف النبي صلى الله عليه وآله من جماله وطوله يكاد إذا شرب الماء أو شرب شيئا أن يكون أنفه الشريف في شرابه. ثم تكلم عن طول النبي، قال أطول من المربوع وأقصر من المشدب. المشدب يعني طول الفارع، ما هو طويل طول فارع ولا قصير لاصق، يعني مو قصير ولا طويل بالطويل، يعني متوسط القامة، عظيم الهامة، واسع الجبين، ضليع الفم يعني فم مليء، أشنب مفلج الأسنان. وش يعني أشنب؟ يعني شديد البياض، أسنان شديدة البياض. مفلج الأسنان يعني أسنانه محددة ومرتبة. بادنا متماسكا يعني لا نحيف ولا سمين، له نور يعلو، عنده نور في وجهه كأنما عرقه في وجهه اللؤلؤ، وريحه أطيب من ريحة المسك. هذه بعض صفات جسد النبي صلى الله عليه وآله. هذه الصفات بعينها وين؟ عند علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. يعني هذه آيات الجمال. أجمل الخلق على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وشابهه في ذلك ولده علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أخلاق رسول الله خلقا وخلقا. أخلاق رسول الله يصفها أيضا الراوي، قال كان أكرم الناس عشرة. أكرم الناس عشرة يعني تعامله مع الآخرين بنبل باحترام، كان يكرم الناس. قال وألينهم عريكة يعني أبسطهم وأسهلهم طبيعة، سلسا مطواعا منقادا، قليل الخلاف، أجودهم كفا. كل هذه الصفات ما يحتاج شرح، كلها سهلة ومعروفة. من خالطه بمعرفة أحبه، يعني اللي متخالط وياه ويعرفه يحبه. ومن رآه بديهة، اللي يشوفه أول مرة هابه، يعني يدخل أو تدخل هيبة النبي في قلبه. دائم البشر يعني مو عبوس، واحد تشوفه من صباح الله وجهه على طول عابس زين لوجه. ليش ما تبتسم؟ يجي واحد يسلم عليه يمكن تسمع الرد ويمكن ما تسمع، ويمكن يرفع ايده يرد عليك ويمكن ليش هذا كله؟ ليش هذا كله؟ ترى هذه الدنيا فانية زائلة، ولن تذكر إلا بعملك وبصفاتك، ما له داعي. بعد قال ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب، يعني ما عنده خشونة مع الآخرين، ولا صخاب ما عنده كثير الصراخ، ولا فحاش يعني لا ينطق بالفاحش البذيء من القول، ولا عياب لا يعيب الآخرين ولا يذكر عيوب الآخرين، ولا مداح يعني ما يمدح الناس بما ليس فيهم، لا ييأس منه ولا يخيب مؤمله، يعني لا يؤس منه. ما حد ييأس من النبي صلى الله عليه وآله، دائما يرجى منه كل خير ولا يخيب مؤمله. يعني هذا اللي يجي يأمل في النبي ما يخيب هذا الأمل أبدا. قد ترك نفسه من ثلاث، هذه مهمة، عند ثلاثة أمور تركها النبي، تركها يعني لم يأتي بها إطلاقا. وش هذه الثلاث؟ قال المراء يعني المجادلة، اثنين يختلفون على حاجة
إلا الأمر الصحيح كذا، باقي يقول لا الصحيح كذا. هذا الأمر ما هو عند النبي، لا يجادل، لم يكن مجادلا. بعد قال والإكثار، الإكثار يعني كثرة الكلام. النبي ما عنده كثرة كلام، مع أنه هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع هذا تلاقي دائما في حالة سكوت، إلا عند الضرورة يتحدث. أمر الوحي وتبليغ الوحي هذا أمر مختلف، لكن إذا جلس مع أصحابه لا يتحدث إلا للضرورة أو للمنفعة، يعني النصح، وما لا يعنيه، يعني تارك ما لا يعنيه، الشيء اللي ما له تدخل فيه، وإن كان النبي له الحق أن يتدخل في كل شيء، له الولاية العامة، يعني من حقه يتدخل في كل شيء، حتى يطلق الواحد يطلق زوجته، يجي الواحد يطلق زوجته للولاية، لكن مع هذا لا يتدخل فيما لا يعنيه. إخواني، هذه الثلاث المشاكل، المراء والإكثار من الكلام والتدخل فيما لا يعنيه، هذه صفات إذا وجدت في المجتمع، بل هي موجودة في المجتمع، لذلك شوف أنت الأضرار اللي ألحقتها بالمجتمع، كثرة الهدرة لما لا داعي. إخواني، يعني أنا شفت ولا زلت بحكم صلاتي في المساجد حتى أثناء الأذان هدرة، صح لو مو صح؟ حتى أثناء الأذان. زين قلنا في الأذان يلا ما تمشي، بس مشيناها في الإقامة. طيب إيه، ما قلنا لا أحد، مو كلهم، إحنا نقول موجود. إيه موجود. زين، الحين أنت تقول أنا أقيم الصلاة، أنت تهدر لوش؟ الإنسان في هالوقت يكون متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. تشوفوا أهل البيت من يوم يجون يقدمون على الصلاة من أثناء الوضوء وترتعد فرائصه من وضوء بعد، مو من وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا يهدر على ذاك فلان سوى، وليش قلت كذي وليش ما قلت، وليش سويت كذي وليش ما سويت كذي. ما أقول أحد قال لا، هذا نسمع بإذن قاعد في المساجد. فهذه نصيحة يعني مرتادي المساجد، جميل الإنسان يروح المساجد، لكن أثناء أذان إقامة بعد الصلاة ما يصير هدرة، خصوصا في أمور الدنيا أبدا الواحد لا يهدر ولا يتكلم. واضح؟ هذا أنصح نفسي قبل ما أنصح الآخرين إن شاء الله. يعني نعم يا حج، مو الكل عنده، بالعكس في مساجد ما تسمع صوت أصلا، خلاص يأذن المؤذن الكل يردد مع المؤذن، أقام الإمام الجماعة الكل يردد معه، وأذكار جميلة وتذكرنا بأيام زمان وآبائنا وأجدادنا ما شاء الله عليهم. لكن بعض الشباب، والله مو بعد شباب، أنا نقول قدي وأكبر مني، عندهم هالهدرة هذه الجانبية اللي ما لها داعي. الشيء الثاني، ليش أثناء إقامة الصلاة جالس على الكرسي مصطف؟ لوش؟ أنت من يوم تجي أخذ مجلسك في يعني موضع الصلاة، ليش تجلس على الكرسي؟ تنتظر الإقامة، يقول قد قامت الصلاة حتى تقوم. مو جميل، يعني ما أقول أنا هذا حرام لا، ولا مكروه لا، لكن مو لطيف. أنا رايح المسجد ما يخالف، جلست ما دام الأذان يأذن الأذان العام اللي هو الإعلان، لكن من يوم يؤذن لإقامة الصلاة لا أقوم من مكاني وأجي آخذ موضعي في الصلاة. هذه بس ملاحظات خفيفة الواحد. سلمكم الله. زين. وترك الناس من ثلاث، ترك ثلاثة أمور أيضا، كان لا يذم أحدا، ما يذم أحد ولا يعيره، لو يعطي حاجة لو يسوي له حاجة مسكين هذا اللي انعطى، ولا يطلب عثراته ولا عوراته، ما يتبع عورات الآخرين ولا عثرات الآخرين، بل يستر على الناس، يستر على المؤمنين. ترى هذا يحصل ثواب كبير، ما عليه. أنا شفت هالأمر، استريت من الحلال، قدرت تقدم نصيحة
قدم نصيحة، ما قدرت لا تفضح الآخرين، استر عليهم وعلى عوراتهم. هذا شيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله. آخرا انجي إلى منطق رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي تحلى به علي الأكبر سلام الله عليه. قال: فهو متواصل الأحزان دائم الفكر ليست له راحة، ما عنده راحة، منشغل دائما، منشغل بالعبادة، منشغل بالتفكير في الآخرة، منشغل في التفكير في أمته ومصير أمته يوم القيامة، ولا يتكلم في غير حاجة، يتكلم بجوامع الكلم فصلا يعني بالمختصر المفيد، ما عنده مقدمات، ما عنده ديباجة، مباشرة يدخل وياك في الموضوع باختصار شديد، لا فضول فيه ولا تقصير، يخزن لسانه عما لا يعنيه، يؤلف ولا ينفر، يعني يجمع بين الناس ما ينفر بينهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. شوف هذا الكريم في قومه يخليه له منصب في قومه، ويتفقد أصحابه ويسأل عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهنه. الذين يلونه من الناس خيارهم، لا يجعل مسؤولية عند أحد إلا عند أفضلهم، وهكذا. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا ما ورثه علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه من جده رسول الله محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. صل اللهم على البشير النذير والسراج المنير المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لما أراد الله عز وجل أن يهب لوليه الحسين عليه السلام ابنه علي الأكبر سمي أمير المؤمنين وشبيه رسول الله صلى الله عليه وآله حملت به السيدة ليلى عليها السلام، وكان مولده في 11 من شهر شعبان المعظم من سنة 33 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما حانت الليلة المباركة ولما وقعت ليلى في طلقها جاء الحسين عليه السلام بالقابلات، وجاءتها نساء بني هاشم وحففنا بها ليلين منها ما تلي النساء من النساء عند الولادة، وبينما هن كذلك وإذا بها قد وضعت بمولانا علي الأكبر أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد. صل على محمد علي بن أبي طالب صلوات ربي عليه. صل وسلم عليه صلوات
وياي البيت علشان تكرر معاي. شعبان بيه بليلة 11، شعبان بيه بليلة 11 مولود الحسين الولي الأكبر، مولود الحسين الولي الأكبر. شعبان بيه بليلة 11، شعبان بيه بليلة 11 مولود الحسين الولي الأكبر، مولود الحسين الولي الأكبر. شعبان بيه بليلة 11، شعبان بيه بليلة 11 مولود الحسين الولي الأكبر، مولود الحسين الولي الأكبر. طلعت جمالة تبهج الخاطر كالبدر يسطع نوره الزاهر، من طهر مولود ورحم طاهر ميلاد صبط المصطفى استبشار. شعبان بيه بليلة 11، شعبان بيه بليلة 11 مولود الحسين الولي الأكبر، مولود الحسين الولي الأكبر. داعي المسر المولد ينادي مولود شبه المصطفى الهادي، فرحة قدومه يصدح انشادي ولأجل حفلنا بالهنا تعطر. شعبان بيه بليلة 11، شعبان بيه بليلة 11 مولود الحسين الولي الأكبر، مولود الحسين الولي الأكبر. قلوب تحب الليلة مسعودة لاقت شبيه المجتبى وجوده، طابت خصاله كلها محمودة وصن السلالة بالمجد تزخار. شعبان بيه بليلة 11، شعبان بيه بليلة 11 مولود الحسين الولي الأكبر، مولود الحسين الولي الأكبر. به الشجاعة بساعة الشدة كنه الحمزة لو علي جده، ياهو بالعركة يوقف بحده والحومة تشهد صولته لو كار. شعبان بيه بليلة 11، شعبان بيه بليلة 11 مولود الحسين الولي الأكبر، مولود الحسين الولي الأكبر. يا وصل مثله ويا فتى تشوفه عنده فتوة وقوة معروفة، شوف العساكر بيده ملفوفة ضربة يمينه كل عدو تعفر. شعبان بيه بليلة 11، شعبان بيه بليلة 11 مولود الحسين الولي الأكبر، مولود الحسين الولي الأكبر. حازت فخرها بمولده ليلة أم الحنونة وغدت تحجيله، ضم بصدرها تارة وتشيله تعاين جماله والقلب مستار. شعبان بيه بليلة 11، شعبان بيه بليلة 11 مولود الحسين الولي الأكبر، مولود الحسين الولي الأكبر. يا فرحة المولى الطهر بابنه يشيله ويقبل منه الوجنه، باسم يلوح البشر من سنه واعطاه اسم المرتضى حيدر. شعبان بيه بليلة 11، شعبان بيه بليلة 11 مولود الحسين الولي الأكبر، مولود الحسين الولي الأكبر. المولد الأكبر بالفرح جينا والنور ضوى كل دياجينا، وبهالولادة نهني وسكينا باقي العترة بالقمر الأزهار. شعبان بيه بليلة 11، شعبان بيه بليلة 11 مولود الحسين الولي الأكبر، مولود الحسين الولي الأكبر. نسأل
نسأل الباري جاهه الليلة همل علينا برحمته يزيله، وطالب الحاجة يكون يقضيله حاجة لنها ما بعد إعسار شعبان به ليلة 11 شعبان به ليلة 11 مولود الحسين الولي الأكبر مولود الحسين الولي الأكبر أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد محمد صلى على محمد صلي وسلم عليه صلوات ربي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 يا الله 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 يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. ونسألك ونقسم عليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله. ونسألك بهذا المولود العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد. شافنا وعافنا شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما المرضى المنظورين ومن سئلنا بالدعاء لهم. اللهم البسهم ثوب الصحة والعافية بحق مريض كربلاء مولانا زين العابدين عليه السلام. اللهم واقضي حوائجنا وحوائجهم وحوائج المحتاجين والسائلين من المؤمنين والمؤمنات. فرج اللهم عنا وعنهم فرجا عاجلا غير آجل يا كريم. ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين والبراء من أعدائه يا أرحم الراحمين. المؤسسون لهذا الاجتماع اللهم تقبل أعمالهم اقض اللهم حوائجهم شافهم وعافهم شافي مرضاهم ومرضى المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله عليك أنا